اهلا بيكم اصحاب برج الثور، عاملين ايه؟ وحشني كتير جدا. يا رب تكونوا بالف صحه وخير وسعاده يا رب. هنجدد مع بعض الطاقه العامه لفنجانك بتاريخ 21/5. الطاقه بتاعتي مفتوحه الزمن، في اي وقت تصادف فيه الفيديو خد منه الطاقه اللي تناسبك. الطاقه لو انطبقت عليك يبقى القراءه ماشيه معاك تمام، لو ما انطبقتش عليك يبقى انت خدتي منها النصيحه والبشائر والتحذيرات بتاعتك يا برج الثور. لو لسه جديد معايا في القناه اول مره تشوف الطاقه، يا ريت تدوس لايك للفيديو وتشترك معانا في القناه وتقول رايك في الكومنتات. حطوا الطاقة وسموا الله ويلا بينا نشوف طاقة فنجانك يا طور العامة عايزة تقول لنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، ويلا نشوف طاقة فنجانك يا طور. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، طاقتك في الوضع الحالي يا برج الثور طاقة فيها إعادة نظر. انت الفترة دي يا برج الثور يمكن تكون سقطت أقنعة لأشخاص، يمكن كانت مفاجأة بالنسبة لك، أشخاص غير متوقعة. الأشخاص دي قريبين منك أوي يا برج الثور، أشخاص تعز عليك. ممكن يكون حد من عيلتك، اخ ليك، اخت ليك، حد يهمك قوي امره، حد من اصدقائك، يمكن ده الشريك او الحبيب يا برج الثور، وانت اكتشفت ان هو شخص مخادع، شخص غدار وخاين. اكتشفت انك انت كنت شخص طيب زيادة عن اللزوم قوي يا برج الثور، والطيبة بتاعتك دي خلتك انك انت تنجرح ويكسر قلبك في الوقت الحالي. لكن بشوف ان برج الثور بقى على دراية كاملة مين عدوه ومن مين حبيبه الفترة دي. شايفاك يا برج الثور انك انت بتعمل حدود لناس كتير الفترة دي. شايفاك انك انت بتعمل تجديد طاقة، انت بتحاول انك انت تجدد من طاقتك النفسية، طاقتك الفكرية. بقيت بتفكر يعني بتفكير ايجابي. بتحاول انك انت الفترة دي انك انت تخرج ناس سلبية من حياتك، او نقدر نقول ان انت بتشوف مين الشخص اللي يستحقك ومين الشخص اللي ما يستحقكش. الشخص اللي هيعود عليك بخسارة بنقص منه، الشخص اللي هيعود عليا بنفع وبمكسب يا اهلا بيه. فانت الفترة دي يا برج الثور خلاص بقيت تفكر في انك انت ازاي تقدر قيمة نفسك. انت الفترة دي بقيت عندك استحقاق ذاتي، بقيت تشوف لنفسك انك انت شخص تستحق الافضل في الحب، في العمل، في الدراسة، ايا كان بقى وات ايفر. خدها على حسب سكة حياتك انت يا برج الثور. فانت بقيت مقدر قيمة نفسك، وبقيت حاطط نفسك في حتة انت كنت بقالك كتير قوي ناسيها، انك انت كنت طول الوقت بتضحي من اجل نفسك عشان تسعد اللي حواليك. ولكن الوقت ما وقعت ووقت ما لقيت نفسك في مشاكل او في حزن او في هم، لقيت نفسك لوحدك يا برج الثور، ومحدش واقف جنبك غير ربنا سبحانه وتعالى ثم انت. فانت الفترة دي يا برج الثور بقيت تقول لازم افكر في نفسي شوية، لازم افوق لنفسي شوية، لازم ان انا اهتم بنفسي شوية. وشوف ان انت بتحاول انك انت تهتم بمظهرك الخارجي يا برج الثور. بتهتموا الفترة دي بان كنتوا تغيروا حاجة في شكلكم، بتعملوا مثلا دايت الفترة دي، عايزين تروحوا جيم، عايزين تلعبوا رياضة، عايزين الفترة دي انك انتوا تغيروا حاجة في اللوك بتاعكم، في شكلكم، في شعركم. في ناس هنا يا برج الثور بتفكر تشتري حاجة. وكمان انا شايفة الفترة دي يا برج الثور انت مقبل فيها على تغيير، والتغيير ده هيديك الدفعة انك تحقق نجاحات وانتصارات خلال الفترة دي. لان انا شايفاك ان انت الفترة دي الجاية هيكون عندك طاقتك الايجابية عالية، يعني هتكون عندك كده ايه، يعني طاقة قوية انك تحقق نجاحات انتصارات. فانا شايفاك ان انت شخص هتكون ناجح قوي، عندك شهرة، عندك اضواء متسلطة عليك يا برج الثور. شايفة ان انت بتخلص ورق، والورق ده يخص محكمة، يخص قضية نفقة اطفال، يخص ميراث، بيخص حاجة انت عايز تحصل عليها خلال الفترة الجاية يا برج الثور. شايفة الحاجة دي هتجيلك، الحاجة دي هتجيلك في خلال 8 ايام، خلال 8 ايام بالظبط، يعني من 8 ايام بكبرها قوي، يعني 10 ايام يا برج الثور. يعني يجي ظاهرة معايا نقطتين، 8 و10 ايام. فانا شايفة ان انت في ورق بتخلصه، او في حاجة انت منتظرها، رسالة، منتظر مكالمة، منتظر حد يرجع لك يا برج الثور. ايا كان بشوف ان انت الفترة دي هتسمع خبر حلو. الخبر ده بمثابة امنية انت بقالك كتير قوي نفسك ان هي تحصل او تتحقق، وبتدعي بيها يا برج الثور. روحانياتك عالية، شايفاك رافع ايدك للسما يا برج الثور، وبتطالب بحقك من ربنا، بتقول له يا رب خليك انت واقف جنبي وجيب لي حقي من الناس اللي ظلمتني او عايزين يكسروني ويحطوني في حطة انا ما ماليش اي يد فيها. فانت الفترة دي خلي بالك، لان انت عندك ناس حاقدين عليك قوي يا برج الثور، ناس باصين على اللي في ايدك، باصين على تحقيق نجاحاتك، باصين على حب الناس ليك يا برج الثور.
طيب شايفاك الفترة دي انتوا بتفكروا تعملوا بداية جديدة، بتفكروا تعملوا مشروع جديد، بتفكروا تعملوا حاجة على السوشيال ميديا. في ناس بتفكر تشتغل شغل عن طريق المنزل، عن طريق تعملوا حاجة على السوشيال ميديا على النت. ممكن تكونوا عايزين تعملوا الفترة دي مثلا يعني لو ليكم موهبة معينة في الهاند ميد، المشغولات اليدوية، بترسموا، بتغنوا. يعني برج الثور من الابراج الناجحه والابراج اللي موهوبه بطبيعتها، يعني مبدعين، بيحققوا كده نجاح، بيحققوا شهرة، لان هم اشخاص محبوبين اصلا، اشخاص كده فيهم جاذبيه وفي قبول رهيب من عند كل الناس اللي بيتحاطوا ببرج الثور، بيحسوا في الايجابيه وفي القبول كده، يعني القبول من عند ربنا، فالناس كده بتحقد عليك مش عارفه ليه. فانا شايفه ان انت تحقق نجاح، عندك انتصارات يا برج الثور. شايفه ان في شخص حزين عليك، في شخص شايفك انك انت قافل على قلبك يا برج الثور، وبيبصلك بصة كده زي لوم وعتاب. في شخص عايز يعاتبك يا برج الثور، عايز يقولك انت ازاي قدرت تنسى العلاقة دي وتبعد عني، ولا اكنك في يوم من الايام كانت في علاقة بتجمعنا سوا، او ان احنا كان في ايام حلوة قضيناها سوا يا برج الثور. للدرجة دي انت شخص كده يعني نساي قوي. ففي حد كده عايز يقعد يتكلم معاك، عايز يعاتبك. الشخص ده بيبصلك بصة اللي هو انت يعني خذلتني، يعني انا كنت مفكرك انك انت هتفكر فيا وهترجع لي وهتدور عليا، لكن للاسف انا ما لقيتش ده. ففي حد يا برج الثور الفتره دي هيعرض عليك عرض رجوع، في حد هيكلمك، في حد هيحاول الفتره الجايه يحدثك عن طريق التشات اللي هو السوشيال ميديا، على الواتساب، ايا كان بقى الاكاونت بتاعك. بس شايفه في حد بيراقبك، والحد بيشوفك انك انت اتغيرت، بقيت حاطط الفوكس، التركيز كله على طاقتك النفسية وطاقتك الخارجية، انك انت مهتم بمظهرك الخارجي الفترة دي يا برج الثور. بقيتوا الفترة دي مستعدين على ان كنتوا تبتدوا بدايات جديدة مع اشخاص جديدة يا برج الثور. عندكم الفترة دي استعداد ان انتوا تخشوا في حياة ناس جديدة، علاقات جديدة، صداقات جديدة، ارتباط جديد. يعني انتوا الفترة دي يا برج الثور مسببين للشخص ده زي حالة غضب، اللي هو لو شافكم عايز ايه طلع الطاقة اللي فيه دي فيكم، اللي هو انتوا معقول كده يعني، ولا اكني فارق معاكم باي حاجة، يعني اللي هو ازاي، يعني هو مش مستوعب اللي بيحصل منك يا برج الثور. لكن برج الثور بقى شخص ناضج اكتر، بقى شخص عامل بالانس، عامل تحكم في المشاعر خلال الفترة دي. بقيت تقدر قيمة نفسك. يمكن انت كنت مفكر ان اللي حواليك يستحقوا اكتر من اللي انت تستحقه، فكنت بتدي ببذغ يا برج الثور. لكن بشوف ان الفتره دي انت عامل توازن في كل حاجه في حياتك، وشايفه ان انتوا تحققوا نجاحات، وشايفه ان انتوا عندكم رجوع للشخص ده، ولكن القرار في ايدك، انت اللي هتقرر هل الشخص ده يرجع معاكم مره تانية ولا لا. طيب بشوف عندكم لم شمل، بشوف عندكم جماعات عائلية الفترة الجاية، في زيارات، في ناس هتجيلكم من سفر بعيد، او انتوا هتسافروا لحد يا برج الثور الفترة دي. انتوا منتظرين حد من دولة خارجية جاي لكم يا برج الثور، او انتوا الفترة اللي جاية في حد هتشوفوه بعد غياب طويل، او انتوا يا برج الثور اوريدي ممكن تكونوا في دولة غير الدولة بتاعتكم، وهتشوفوا حد بقالكم كتير قوي ما شفتوهوش، وهيكون في ما بينكم يعني اجواء سعيدة خلال الفترة الجاية يا برج الثور. طيب انا شايفة في عين، انت عندك عين قوية وعندك حسد الفترة دي يا برج الثور، انت يعني ملفت للانظار والعيون عليك، شخص جذاب جدا، شخص زي ما قلت لك محبوب كده من عند ربنا سبحانه وتعالى. شايفة ان انتوا الفترة دي متألقين جدا، عندكم نجومية يا برج الثور زي ما قلت لكم. في حد الفترة دي ممكن يكون منتظر نتيجة تخص وظيفة، منتظرين نتيجة دراسية، في حاجة انت تعبت فيها قوي يا برج الثور، او انت بتكافح وبتجتهد على حاجة الفترة دي وبتشتغل على نفسك جدا عشان تحقق تارجت او هدف معين، الهدف ده توصل له، بس انت عندك يمكن عدم اليقين فيه، يمكن عندك شك ان ممكن لا قدر الله يعني يحصل حاجة وحشة او ما يحصلش. يمكن النجاح ده ممكن ده ليك او لحد من اسرتك، انت قلقان على حد من اولادك بقى، حد من اخواتك شايفه ان هو شخص مش مجتهد مش ناجح. ممكن يكون ده حد في الدراسة مثلا، انت خايف ان هو مثلا ما يجيبش درجات عالية، لك متقلقش يا برج الثور، ان شاء الله الامور هتتعدي على خير، وشايفه عندكم نجاحات
وتطورات كبيرة. شايفة في عقد قران يا برج الثور، عندك في زواج، في خطوبة يا برج الثور. في عندكم نقلة من منزل لمنزل، او انتوا الفترة الجاية هتروحوا مكان تغيروا فيه جو. غالبا المكان ده في دولة غير الدولة اللي انتوا فيها، او في محافظة غير المحافظة اللي انتوا فيها، وهيكون